اعتدنا على وطننا لبنان أن يسجل أرقاما قياسية إما بتحضير أكبر صحن تبولة وإما بصناعة أكبر صحن حمص، إلا أن الإحصاءات هذه المرة أتحفتنا بتحطيم لبنان لرقم قياسي جديد، ألا وهو تصدره لكافة الدول العربية ولكن بنسبة العنوسة. ما إن تم الإعلان عن أن أعلى نسب العنوسة في العالم العربي ألا وهي 85% تكمن في لبنان وفق الدراسة التي أجرتها إذاعة هولندا العالمية، حتى غصت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات وتعليقات حول الموضوع المذكور، فتباينت الآراء وردود الفعل بين أبناء بلاد الأرز. فما هو رأي الشارع اللبناني بهذه القضية؟ لهالدرجة؟ ليه عم بيجيبوا عم بخلفوا بنات كتير؟ والله ما بعرف، انه البنات ما عادش يعجبهم العجب والشباب صايرين غير، يعني بطل في صدق، يعني مصداقية اساسا، بطل في الاوضاع المادية يعني تعد. على سبيل المزح، لانه مش عم بيطبقوا الشرع، لازم كل رجل يتزوج 4. يمكن لانه متطلبات البنت صارت غير، يعني 85% هذا نتيجة الوضع اللي مرقين فيه، هذا وضع استثنائي، مش فيش دولة برقت فيه بالدول العربية كلها. الوضع الاقتصادي طبعا هو العامل الرئيسي، إضافة الفتاة اللبنانية سقف عالي، متطلباتها بدها شقة وبدها فرش بيت وبدها ذهب، لازم تخفف شوي من السقف. شيء كتير والله، نسبة عالية مرتفعة جدا. هي مش على العمر، لأنه هلأ صارت متطلبات البنت هي بيت وسيارة وشغل وهالقصص كلها. بتصور يمكن شوي عدد الصبايا عنا أكثر من عدد الشباب. عم بيجيبوا كتير بنات، يعني عم تلاقي بالخلفة بنات أكثر من إنه شباب. عزى اللبنانيون ارتفاع نسبة العنوسة في بلادهم لأسباب عديدة ترأستها الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فماذا عن الحلول إذن؟ ما في حلول، هيدا حال الدنيا، الكون هيك. بينحلوا برعاية الدولة انها تحد من البطالة، يصير في فرص عمل وحسب الكفاءة مش حسب المحسوبيات. فلذلك لازم يكون في وضع اقتصادي احلى واريح للعالم، والاشغال تكون ميسرة اكثر حتى كل شاب بيقدر يأمن مستقبله. بدنا نحكي مع البنات يخففوا غير شوي لحتى يصير كل رجال يتجوز شي 4، بيمشي الحال صار. تحرك الشعب اللبناني عندما استباحت النفايات طرقاته وأغرقت شوارعه، فهل يتحرك اليوم للمطالبة بالحد من نسبة العنوسة التي تتفاقم يوما بعد يوم؟ بتول عبد الله، بنت جبال.org.